ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كتير مننا اول ما بيستلم الاوردر بتاعه بيبتدي يسأل هل الجزء ده فيه مشكلة. كل الحاجات اللي هنعرضها مع بعض دلوقتي لو لقيناها موجودة في اي اواني مصنوعة من الحديد الزهر هنتصل بالبراند او الشركة ونطلب ان احنا نستبدل القطعة بتاعتنا. لو لقينا حفرة زي دي هنستبدل القطعة. في الجريل برضو لو لقينا الصوابع بتاعته بالمنظر ده هنستبدل القطعة بتاعتنا. لو لقينا المنظر اللي موجود قدامنا كمية الحفر الكتير في الطاسة في الحلة في الجريل هنستبدل برضو القطع بتاعتنا. كل اللي احنا شايفينه مع بعض ده حاجات لازم نستبدلها لأن الحاجات دي ما ينفعش أصلا تطلع من أي براند موجود. طيب في حاجات ممكن تعدي؟ اه في حاجات ممكن تعدي. اللي قدامنا ده تقشير في طبقة السيزنينج، دي بتتعالج بمنتهى البساطة بنقطة زيت واحدة بس بتتعالج. لقينا حاجة زي دي، ده كل ده تقشير، كل ده ملوش أي تأثير على الطاسة بتاعتنا أو على المنتج بتاعنا. كل الحاجات اللي احنا شايفينها قدامنا دي حاجات ممكن تعدي مفيهاش أي مشكلة، مش هتسبب لي أي ضرر للطاسة، مش هتأثر على عمرها. نبص كويس على المنتج بتاعنا ونعاينه كويس، لو في شرخ لو في كسر واضح هنرجع المنتج. لو لقينا الحفر اللي وريتها لكم هنرجع المنتج. بيتهيألي احنا كده عرفنا هنعمل ايه أول ما نستلم المنتج بتاعنا. أشوفكم في حلقة جديدة.